فرحتها اتكسرت يوم ولادة ابنها، ومن شدة الحزن جالها جلطة على القلب. والجمهور بيقول جوزها حاول يخطف ابنهم. البلوجر روح رجعت من تاني في صدارة الترند، لكن المرة دي بسبب مرضها. يا ترى ايه اللي حصل لها في المستشفى؟ وهل فعلا جالها مرض بسبب طليقها؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. الفترة الأخيرة الجمهور ملوش سيرة غير البلوجر روح وحياتها الشخصية، لدرجة إنها بقت ترند رقم 1 لمدة شهر، ودي حاجة مفيش حد من المشاهير حصلت له قبل كده. وكل مرة كان الترند بيكون بسبب مختلف، آخرهم أزمة طلاقها من التيك توكر مودي، واللي كانت صدمة بالنسبة للجمهور. ومن وقتها وناس كتير مهتمة جدا بأخبارها، والكل بقى مستني يعرف ايه الجديد في حياتها وامتى هتولد ابنها، علشان يعرفوا إذا كانت الأزمة بينها وبين جوزها حقيقية ولا ترند. لكن المرة دي الترند كان مختلف، لما طلعت روح أعلنت إنها جالها جلطة في القلب بعد ولادتها نوح على طول، بسبب إنه حصل لها موقف عمرها ما كانت تتخيله. ونزلت ستوري وكتبت فيه: امبارح نمت وفي حضني حتة مني نوح، معرفتش أشارك معاكم أي حاجة علشان حرفيا فرحتي اتكسرت. بس الحمد لله كالعادة، كل اللي مني فكروا نفسهم ومحدش فكر فيا خالص ولا في ابني. فالحمد لله، بدل ما أكون مبسوطة بابني كنت بعيط لحد ما جالي نزيف وبداية جلطة وباخد أدوية إذابة. الحمد لله، مش هقول لكم غير ابني ملحقتش حتى حد يكبر في ودنه، شغلت له الأذان على التليفون علشان في ناس قررت تنكد عليا حياتي وأيامي، منهم لله عمري ما هسامحهم. وكملت كلامها وقالت: الناس اللي كان قلبها عليا الغريبة اللي مش من دمي، أصحابي اللي كانوا مبسوطين قوي وعمالين يهدوني علشان خايفة، وقاعدين يقولولي يلا هاتي نوح بسرعة ونزغرط وننبسط، والتيم اللي كان جاي يسجل معايا كانت لحظة حلوة وملحقوش. كل اللبس اللي كنت جايباه ليا أنا وابني ملحقناش نلبسه. مش عارفة أقول إيه غير إن حقيقي أنا تعبت، والله مش مسامحة أي حد كان سبب في اللي حصل لي، وإن اللي عملتوه ده مش حب، انتوا أذيتوني وكسرتوا فرحتي واستكترتوا الفرحة عليا بعد 9 شهور تعب. لكن روح ما حبتش توضح أكتر من كده إيه اللي حصل، وده اللي خلى الناس تتوقع إن مودي حاول ياخد ابنه بالعافية منها، وإنه اللي حصل بينه وبينها خلاف بعد الولادة. لكن الغريبة إن الجمهور كان بيتهم روح إن كل دي محاولات منها للترند هي وجوزها من جديد. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين فعلا كل اللي بيحصل في حياة روح إنها بتحاول تبقى ترند؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصلكوا كل جديد من موقع صوت الملايين.